السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن تفسير آية لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. رؤيا صادقة صالحة بإذن الله رؤيت في فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وعلماؤنا ومتاج رؤوسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس: إن من أول تلبيس إبليس على الناس أن يصدهم عن العلم، فإن العلم نور، فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلام كيف يشاء. يقول الرائي: رأيت كأن الشيخ مصطفى العدوي يقف إلى جواري، يعني كأن الرائي مستلق على ظهره والشيخ يقف إلى جواره، وكان الشيخ يمسك بيدي وفي اليد الأخرى يمسك كتاب كأنه تلخيص لطلبة العلم وتلاميذه، وكان يقرأ فيه بجهد ويتفاعل، فتفاعل مع شيء قرأه فقال: اللهم اختم لي بالرضا، فرددت عليه وقلت آمين، ثم واصل القراءة، فجاء في نفسي أنه شرف على الوفاة وفي أي لحظة يتوفى، ثم استلقى على ظهره فوق جسدي من ناحية رجلي، وانتهت الرؤيا. طبعا هذه الرؤيا فيها تأويل يخص الرائي وفيها ما يخص الشيخ، ونتناول بإذن الله ما يخص الشيخ فقط. وهنا أستطيع أن أحدد أن الرؤيا هل تخص الرائي فقط أو تخص من رأى أو للاثنين معا. دور الرائي في هذه الرؤيا قليل جدا ودور الشيخ فيه أكثر، فلذلك التأويل الأكثر تقريبا عائد على الشيخ. أحيانا قد نرى رؤيا فيها مشاهد كثيرة جدا وأحداث وأشخاص، ويكون دور الرائي فقط أنه يشاهد هذه الأحداث وليس له أي دور فيها، فغالبا التأويل لا يخص الرائي إنما يخص من رآه. كان الشيخ يمسك في يده كتاب كأنه ملخص. من قبل في رؤى سابقة أولنا رمز الكتاب على أنه عمل الإنسان، واستشهدنا بآيات من القرآن الكريم على صحة ذلك. أما رمز الكتاب في هذه الرؤيا فتعبيره يختلف، فيؤول في هذه الرؤيا بالرسالة. الكتاب والرسالة التي يحملها الشيخ ويخلص في تقديمها لطلبة العلم والتلاميذ والناس بصفة عامة. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. فالكتاب هو رسالة كل الأنبياء، ومن هنا نأخذ معنى أن الكتاب هنا رمز للرسالة، رسالة الدعوة إلى الله ورسالة التبليغ عن الله جل وعلا. وملخص الكتاب يدل على الإخلاص في تقديم هذا العلم وهذه الرسالة، وكان يقرأ بجهد، بذل الجهد وبذل النفيس والغالي في تقديم هذا العلم الشرعي وهذه الرسالة السامية. فلما تفاعل مع شيء قرأه قال: اللهم اختم لي بالرضا. أجد معنى هذه الجملة في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فبعد كل هذا التفاعل والتأثير والتأثر والجهد يسأل الله أن يرضيه ويرضى عنه ويشعر أنه لم يقدم شيئا، ثم واصل القراءة فجاء في نفسه أنه أشرف على الوفاة. مواصلة الشيخ ووفائه في تقديم هذه الرسالة وهذا العلم مما زاده ذلك شرفا وعزا، وأنه أمضى عمرا طويلا في تقديم هذه الرسالة ثم استلقى على ظهره. إذا بذل الإنسان جهد كبير فإنه تلقائيا يستلقي على ظهره ليشعر بالراحة، فهذا رمز إلى راحة الضمير والراحة بإذن الله التي يخلفها الله جل وعلا عليه في الدنيا والآخرة إن شاء الله، والله تعالى أعلم. الرؤيا الثانية هي رؤيا عامة لعامة المسلمين. ورائي هذه الرؤيا طفل عمره تقريبا 11 عام. قد أرسلت هذه الرؤيا إلي أمه في تسجيل صوتي بصوت الطفل وبكلامه، ولكني سأصوغها إن شاء الله بطريقة مفهومة أكثر. يقول: رأيت كأني في بلكونة، وكان بلاط هذه البلكونة كأنه طوب قديم، وكان فيها ستاند أو مقرأة عليها مصحف مفتوح كأنه على صورة واحدة، وكان ضوء الشمس قليل على كل شيء ما عدا على هذا المصحف، كان ضوءها عليه قوي. ثم وجدت شباك في أعلى هذه البلكونة فصعدت إليه ونظرت منه،
ورأيت كأن الشمس تقترب من الأرض، ثم بدأ الناس يخرجون ويجرون بسرعة، وبعض الناس ينظرون من الشرفات، وكأن هذه الشمس نزلت إلى الأرض، وكأن هذا المصحف الذي كان على المقرأة بين يدي الشمس وقد كبر حجمه، وكأن هذه الشمس تقرأ القرآن والناس تقرأ خلفها. وبعد الانتهاء من تلاوة القرآن رددوا نشيد طلع البدر علينا، وانتهت الرؤيا. البلكونة إذا قسمناها إلى نصفين أصبحت البلاء الكائن، فهي ترمز إلى البلاء والابتلاء الذي يكون فيه الناس في هذا الوقت. المصحف أو القرآن الكريم في هذه الرؤيا يرمز إلى شرع الله جل وعلا، فكانت الشمس ضوءها عليه أقوى من أي شيء، فشرع الله جل وعلا هو النور الوحيد الذي يضيء ظلمات هذه الدنيا. ثم كأن الشمس نزلت من السماء إلى الأرض، اقتربت ثم نزلت من السماء إلى الأرض. الشمس قد تدل على الحاكم، وقد تدل على الأب، وقد تدل على عالم من العلماء، وقد تدل على نبي من الأنبياء، والدلائل لكل ذلك كثيرة. ولكن نزول الشمس في هذه الرؤيا يرمز إلى نزول عيسى عليه السلام، ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان متفق عليه بإجماع المسلمين، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك، فإن عيسى عليه السلام لم يمت ولم يصلب، وإنما رفعه الله إليه. الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويفيض المال في عهده حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فاقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم كأن هذه الشمس تقرأ القرآن، أي أن عيسى عليه السلام ينزل حكما عدلا يحكم بشريعة الله جل وعلا ويطبق شرع الله ويعدل بين الناس. ثم أنشد الناس طلع البدر علينا، فهذا دليل ورمز إلى فرحة الناس بنزول نبي الله عيسى عليه السلام وانتشار العدل بينهم وزوال الكرب والهم عنهم. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.